تقديرا لتضحياتهم وإجلالها لتفانيهم بالذود عن حياض الوطن. الحملة الوطنية لدعم الجيش العربي السوري في طرطوس تكرم عددا من جرحى الجيش ممن استهدفتهم المجموعات الإرهابية أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني. لأنهم كانوا في الميدان أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، ولأن القدر شاء أن يكونوا شهداء أحياء بيننا، قام المجتمع الأهلي بمبادرة جديدة متمثلا بحملة شبابية أطلق عليها حملة دعم جرحى الجيش العربي السوري البطل، فكان تكريم ل30 جريحا من جرحى الجيش. إذا نحن هلأ ما تصرفنا وكان هذا تصرف نابع من قلبنا، إمتى بدنا نتصرف؟ فلذلك نحن أولاد هالوطن، وأنا قلت إنه كل جريح بسوريا هو وطني سوريا، ونحن أولاد هالوطن، فواجبنا نعمل شيء اللي واجب على الابن تجاه أهله. كنا نحن نروح عند أسر الجرحى، بس هلا تأمل مبلغ منيح ل 30 أسرة جريح دفعوا وعده، لهيك اضطرينا إنه نجمعهم هون، يعني عندنا كل أسبوع زيارة لأسر الجرحى وتقديم هذا الموضوع، وبشجع كل الشباب القيام بحملة الوطنية لدعم جرحى الجيش بكل المحافظات السورية. نحن اليوم من الحملة الوطنية لدعم جرحى الجيش بنتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى، واللي قدمنا لهم إياه رعبون بسيط عن اللي قدموه هن وما هدروه من دم تجاه الوطن، والله يشفيهم جميعا. أتمنى النصر لسوريا، والله يحمي سوريا وهالجيش، وأنا ابني وحيد ادعوا لي بالشفاء، وابني غالي والوطن أغلى. يا عمي إذا غرقت السفينة راحوا الركبان كلهم، نستشهد أنا وابني وأخي وابن أخي وكلنا مشروع شهادي لهالبلد يا عمي. إذا راح البلد ما بقي لنا شيء كلياتنا. هناك من يضحي لأجل الوطن، هناك الشهداء وهناك الجرحى، وأنا أشعر هذه الشريحة في وطني الجريح، نريد أن لا ننساه، نريد أن نقف دائما مع هذا الجرح الذي ينزف على تراب الوطن، أن نبلسمه، أن نقف إلى جانبه، أن نعطيه الابتسامة، أن نعطيه الصمود. لطيب جراحكم نتمنى الشفاء العاجل أيها الأبطال ذوي الهمم الجبارة التي لا تلين.